وقت اللي قامت الثورة كنت وقتها مركزة في دوري كأم لصغار مازالوا يعيشوا في طفولتهم في عالمهم المزيان اللي مازالوا فيه مش واعيين باللي صاير. وبالنسبة لي ما كنتش معاهم في العالم هذا، كل شيء تبدل فجأة، الدنيا تقلبت والقلوب سكنها الخوف، وفي المقابل برشا أمل وبالأسئلة اللي ما عندها حتى جواب. خويا اللي كان سندي في الدنيا تختلف في الاحتجاجات متاع 2010-2011 ربي حبه شهيد، كان خارج يدافع على حلمه، على الحرية والكرامة، على تونس اللي نحبوها تكون أحن علينا وعلى كل أولادها من الشمال للجنوب. خويا ما كانش مجرم، ما كانش عنيف، كان صوت من أصوات الحق وسكتوه. نهار اللي تفناه حسيت روحي ضاعت، حسيت الدنيا ظلمت قدامي، فقدت الأمل، حتى شيء ما عاد عنده معنى، وحتى فرحتي بتونس ولات مخلطة ببرشا وجيعة. كنت نسأل روحي كل يوم شنو باش نعمل، كيفاش نكمل. تونس ما كانتش واضحة في كل شيء، ما كانتش آمنة بالنسبة لي، وكل شيء كان معقد. ونعمل خطوة ولو حتى صغيرة. بديت اللم في نساء من حومتي، نساء كيف في الوجاعة وحب البلاد، أما مختلفات على بعضنا في برشا حاجات، وهذا اللي كان نقطة قوة بالنسبة لنا. كنا نعمل مجموعات صغيرة، نحكيو ونتشاركوا، نتعلموا كيفاش نواجهوا الواقع، كيفاش نطوروا من رواحنا ويكون عنا أثر. قبل الثورة كما كنا نعرفوا النشاط السياسي والمدني كان على الرجال، المرأة كان دورها في الجمعيات الخيرية التابعة بالطبيعة للنظام، تتطوع، تزين، تصور، اللي يتزايدوا بيها على بعضهم شكون محترم المرأة أكثر من الآخر. أما كانت موجودة من غير صوت، من غير رأي، من غير تأثير. حتى العمل التطوعي وقتها كان لازم يمر عبر بوابة الولاء السياسي بالطبيعة. أما بعد الثورة الدنيا حلت ببالها قدامي وكل شيء تبدل، وأنا تبدلت. بديت الرحلة واعتبرته فصل جديد في حياتي، بديت بروحي، اخذيت تكوينات، اكتسبت مهارات جديدة، ومعها تعلمت شنو معناها مشاركة مواطنية، شنو معناها حقوق، شنو معناها صوت لازم يتسمع. دخلت جمعيات نسائية، خدمنا على تمكين المرأة وقضايا مختلفة كما القضاء على العنف، خدمنا على الحقوق الاقتصادية والقانونية، عملنا حملات، كتبنا مقترحات، ضغطنا على المجلس التأسيسي وربحنا معارك، من أهمهم إدخال المساواة في الدستور وسن قوانين ضد التحرش. تعلمت كيفاش نواجه الظلم مش بالخوف أما بالحق اللي يحميني كمواطنة. من وسط كل هذا رجعت نحس بالأمل، رجعت نحس روحي فاعلة وعندي دور في بلادنا، نحس روحي كل يوم نبني يجورة جديدة، وهذا خلاني نحب روحي أكثر ونفتخر باللي نقدم فيه لبلادي، خاطر إذا ما عطيتهاش ما تعطيكش. بعد 2021 واللي هي زادة مرحلة جديدة تعيشها البلاد، في أول لحظة قلت يمكن يلزمنا وقفة، يلزمنا فرصة نرتاحوا. أما الوقت بيني اللي حسبتها بالغلط، الحقوق رجعت من جديد تنقص، صوت المرأة بدا يرجع يتخنق، والخوف رجع، والناس ولات بشوية بشوية يسكتوا، مش خاطر ما عندهمش رأي أما خاطرهم خايفين. وقتها حسيت بخطورة المرحلة، إذا سكتنا الجيل الجديد من نساء خاصة باش يلقاو رواحهم في وضعية يمكن حتى أضعف منا رغم كل التضحيات اللي قدمناها. وهذا شيء ما يقبلوش المنطق ولا حتى حد، وهذاك علاش ما نجمش نسكت عليه. نحب ولادي يكبروا في بلاد يعرفوا فيها اللي صوتهم عنده قيمة، اللي الحلم ممكن ومش من الكماليات. أنا ليلى، أم تونسية موجوعة على بلادي، أما ما زلت واقفة ومكملة، خايفة أما صامدة. نحب نخلي أثر مش كان في حياتي أما في مستقبل أولادي ومستقبل بلادي، وخاصة نساء بلادي.